أهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة لقبوه بالطبيب المعجزة. طبيب جراح عراقي أمضى أكثر من 7 أشهر متطوعا بين مستشفيات غزة. في الربع الأول من عام 2024 انتقل الطبيب العراقي محمد طاهر ضمن وفد طبي تابع لمؤسسة فجر ساينتيفيك لتقديم الرعاية الصحية في القطاع، إذ أجرى أكثر من 800 عملية جراحية معقدة وعالج أكثر من 2600 مصاب. ورغم انتهاء مدة مهمته ورغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي لمغادرة المستشفيات، إلا أن الطبيب محمد طاهر رفض مغادرة القطاع وبقي حتى وقف إطلاق النار. ينضم إلي في الاستوديو الطبيب العراقي الدكتور محمد طاهر الذي كان في غزة لأكثر من 7 أشهر. دكتور محمد، أهلا بك معنا على قناة المشهد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني طبيب يعيش في بريطانيا، ولد في بريطانيا، قرر أن يذهب إلى غزة وسط الحرب. يعني بنتحدث عن وضع خطير، قصف، قتل، تدمير. بداية شو اللي خلاك دكتور أنه تتخذ هذه المغامرة اللي تعد مغامرة وتذهب إلى غزة بالرغم من كل المخاطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على ضيافتكم. أنا بصراحة كنت بذاك الوقت كنت في البرازيل. كنت أمارس مهنتي مع أفضل جراح أعصاب طرفية في العالم. هي كانت نيتي أنا أكون أفضل جراح أعصاب طرفية في العالم، ولكن من رغم الحياة هناك في البرازيل وجمال البرازيل والحياة هذيك، أنا كنت زيكم يعني أتفرج على الهاتف الموبايل وأطلع على المشاهد البشعة من قتل الأطفال والنساء ومن دمار يعني غزة. ما قدرتش، يعني قامت وصلت لدرجة أنه أنا كنت أخير نفسي أقول يعني ده مش أنا مين. فالحمد لله أنا كنت ذاك الوقت يعني جراح عندي قابلية وعندي أقدر أفيد العالم. فأخذت القرار خلاص، بعد أنا ما أقدر أكون واحد من الناس اللي بس يقدر يتفرج على على المشهد وما يتحرك وما طيب يعني. الدخول لغزة يعني صعب. إذا بتحكي لي كيف الإجراءات بدأت، تمام. من ساعدك في الدخول إلى غزة، كيف كان الدخول أنا ومتى يعني أول دخول كان؟ أنا أول دخول كان آخر شهر الرابع من السنة اللي فاتت. ودخلت مع مؤسسة فجر ساينتيفيك. من وقت اللي أنا سويت يعني هي الابلكيشن تبعي للوقت اللي هم